شفت اللي حصل لي وانا بجيب المنحة التانية؟ بجد دخت عليها والله يا بنات. من اول الشهر ما بدأ عدنا اسبوع، عدنا 5 ايام بالظبط عشان نجيب المنحة دي. انا كل يومين 3 اروح اسأل عليها. المنحة جت يا جماعة؟ لا. نروح لتاجر واتنين وتلاتة واربعة، مفيش كله مفيش. عايزة اقولك كمان ان هما بيدوا للناس اللي هما تبعهم وبس. حتى لو انت بتجيبي التموين منه دايما بيخليكي للاخر، ويقولك هو انت زعلانه ليه؟ ما المنحه بتيجي 3 4 5 6 مرات في الشهر. طب افرض يا سيدي ان انا محتاجاها وده حقي، هو مش من حقي ان انا اخد المنحه دي اللي جايالي من الدوله؟ ده حاجه بسيطه من اللي احنا من اللي احنا شايفينه من غلاء الاسعار. والله يا بنات والله يعني انا كنت مبسوطه ان المنحه جات لي، وان ربنا اكرمني ان انا كنت واحده من الناس اللي خدت المنحه. اجي اروح اجيبها اتبهدل البهدله دي؟ يعني انا صرفت اكتر من حقها تكاتك. هو ينفع؟ وكل واحد بيدي على مزاجه، وكل واحد بيدي الحاجه اللي هو عايزها والحاجه اللي مركونه عنده والحاجه اللي ما تمكنكيش ان انت تتكلمي. هي الدوله او اللي منزل قرار ان انت هتاخدي المنحه دي للشعب المصري عارف ان بتوع التجار دول بيدوك البضاعه اللي مركونه عندهم. الزيت والسكر تمام اساسي، بس احنا قلنا 3 4 زيت 4 سكر، في رز وفي مكرونه وفي شعريه وفي حاجه وفي رسيل. احنا ما بنشوفش الحاجات دي خالص. هو يا دوب بقوا 3 سكر 3 زيت، مفيش الرز ده خالص، 1 شعريه، حاجات لازم تاخديها من المحل عشان يمشي الدنيا. تيجي تروحي تجيبي من محل تاني غير اللي انت جايبه منه التموين، يقولك التزمي باللي انت جايبه منه التموين. طب وبعدين؟ يعني انتوا عارفين ان انا اصلا قررت ان المنحه تكون جات لي. انا قررت ان المنحه جات لي اصلا في يوم، مع ان هو رزق والحمد لله، وده رزق وجاي له وجاي لاولادي وكلام من ده. بس اسلوب الناس واسلوب التجار اسلوب وحش جدا. انا مش هقول على تاجر واحد اللي انا بتعامل معاه، انا اتعاملت مع تاجر واثنين وثلاثه، وكل اصحابي وكل الناس بتشتكي من التجار ان هم فعلا مش عاتيين للواحد حقه خالص، وبيكذبوا وبيقولوا لك لا ما جتش، وتتلاقي وتيجي تتصل عليه تاني يوم او تالت يوم يقول لك ده كانت موجوده. طب ما انا متصله في نفس اليوم ما قلتش ان هي موجوده ليه؟ لا اصل هو راح للناس اللي بيحبها حبايبه كلام من ده. الا من رحم ربي يا بنات، عشان ما نظلمش كل الناس ونقول ان كل الناس وحشين. تعالي نشوف النهارده انا جبت المنحة التانية ازاي، وهل المنحة دي موجودة مع كل التجار ولا لا، والمنحة دي بتنزل امتى، بتنزل لكل التجار ولا لا. هقول لك كل التفاصيل، وهقول لك كمان ان لسه في المنحة لسه كمان شهرين كمان، وهقول لك الدليل بالحاجة دي. طيب تعالى نشوف الاول المنحة جات لي ازاي. هنبدأ بقى بالكيس ده الاول كده ونشوف جواه ايه. اول حاجة يا ست الكل كيس شعرية واحد، هو ده اللي جاي. تمام. علبة جبنتي. انا اشهد ان كانت المره اللي فاتت في المنحه الاولانيه كانت تقريبا دومتي، وكانت جبنه كويسه، ما كانتش وحشه الصراحه، عشان ما نقولش ان احنا بنقول على الوحش حلو والحلو وحش وكلام من ده. لا، احنا في ايجابيات وفي سلبيات. باكو شاي مستر تي. لا غنى عن التعريف، هو مش شاي اصلا، يعني هو مش شاي. طعم الشاي الاصلي والله ما حصل. انا بقول بكل صراحه، انا مش بغشك ومش بغش الجمهور ولا اي حاجه. بعد كده يا بنات السكر تمام، السكر حلو، من السكر الناعم الابيض الحلو تمام. احنا مش هنقول على اي حاجه، سكر جميل. السكر اسمه دلتا ماركت، حلو قوي. جالي 4 اهو كده، 2 كده 3 و4. تمام يا بنات. طيب ده ولسه في كيس تاني، هنشوف بقى الزيت وجاي معاها ايه كمان الزيت. طيب انا رحت انا رحت للتاجر اللي انا جايبه منه، او بمعنى اصح التاجر اللي انا جايبه منها التموين. والله يا بنات جالها المنحه مره واثنين وثلاثه في الشهر ده، وقالت لك لا انا ما جاليش. قلت لها لا، في فلانه اخده منك وفلانه جيراني يعني. قالت لي وانت عايزه اجيب لك كل المنحه تبقى حلاوه واكياس برسيل وربس ومش عارف ايه. قلت لها طب يعني هو الحاجات الاساسيه ما جاتش فيها؟ يعني الزيت والسكر اللي هم مهمين عندي دول ما جوش فيها؟ قالت لا جم. قلت لها طيب ما انت كده انت والتاجر بتدوا الحاجات اللي مش ماشيه عندكم بتدوهم لنا.
طيب هاتي الزيت والسكر زي ما الحكومه قايله وزي ما الدوله قايله، وبعد كده يا ستي هاتي شاي، هاتي برسيل، هاتي مش عارف ايه. كله شغال. المره اللي فاتت لو انتوا فاكرين ان المنحه كانت صابون بريحه، وكانت مكرونه كتير، وكان سكر، وكان زيت، وكان 4 ازايز زيت مش كانوا 3. تعالوا نشوف الكيس التاني فيه ايه. الكيس التاني يا بنات فيه 3 ازايز زيت من الازازه دي. الازازه 700 مللي، بس الزيت نضيف مش وحش الصراحه، يعني زيت كويس مش وحش. اهو 3 اهو، اهو دول ال3 ازايز زيت. هنحطهم هنا عشان يبانوا اهو. اقفي بقى كده اهو. هو ده يا بنات. طيب الفرق بقى او الباقي بقى اللي جه من المنحه، والله العظيم يا بنات، انا البيت بتاعي المسافه بينه وبين التاجر اللي انا جايبه منه او اللي انا جايبه منها التموين او الكلام من ده مسافه كبيره. واللي في البلد يعني في المدينه يعني بنركب توك توك ب 20 جنيه وب 30 جنيه عشان تروح تجيب المنحه، ويقول لك لا ما جاتش ولا جت. انا النهارده بعت ابني عشان يجيبها بعد معاناه، قعد حرفيا 3 ساعات في الشارع عشان يروح يجيب الحاجه دي. فاللي هو ليه ما بتقولوش ان هو في يوم معين؟ لو حتى يا سيدي يقول لك الدوله ما قالت لناش او هم لسه ما اتصلوش علينا قالوا لنا على النت او على الواتس تعالوا خدوا المنحه. طب انتوا عارفين ان هي بتيجي سبت وثلاث، انتوا عارفين ان هي بتيجي سبت وثلاث، عارفين ان هي بتيجي سبت وثلاث، يعني من مصادر موثوقه فيها يا بنات سبت وثلاث موجود منحه، من كل اسبوع سبت وثلاث موجود منحه. وما تسمعيش كلام اللي يقول لك لا. والله يا بنات من تاجر وتاجر معروف، بس يعني كان هو كان في الموضوع يعني من الاول، بس هو اولاده اللي ماسكين الحكايه، طبعا مش عارف يسيطر على الوضع وكلام من ده. بس قال لي ان المنحه دي بتيجي سبت وثلاث، من كل اسبوع سبت وثلاث. ما جاتش يوم الثلاث اللي فات، اي نعم، لان كان في شم النسيم فما جابوهاش، فطوحوا الموضوع ليوم السبت وجبناها يوم السبت اهو. هتروحي للتاجر يطوحك يمطوحك، يقول لك ايه مش جايه الا الحد او الاثنين، يعني عشان انت تروحي بقى يوم الحد يقول لك ده كانت هنا امبارح وخلصت. عايزه اقول لك ان هو كان في زحمه بضرب الجزم زي ما بيقولوا. ابني فضل 3 ساعات عشان يدي البطاقه ويجيبوا له البتاع ده، وجاي لك بقيه المنحه علبه من البسكوت بتاعه التمر. بيقول ان هو كان جايب له بسكوت اللي هو البسكوت المحشي ده، فهو رجعها وقال له لا هات لي بسكوت من التمر ديت. حوالي 12 قطعه بس هم اكلوا منها 2 4 6 7 10 هم، بس هم اكلوا 2 يعني 12 واحده. بسكوت حلو يا بنات من الطعم الكويس بالتمر اهو زي ما انتوا شايفه، اسمه توميرو او بسكوت بالعجوه. دي العلبه اللي جت مع المنحه. فاللي هو طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ طب ما هو ليه طب ما انت تقول واللي يجي هو اللي ياخد. ليه بقى مشكله ان انت لا انت ما تاخدش من التموين، لا ما تاخدش من المنحه؟ طب وبعدين؟ طب ما انت موجود. هو جاي بتوع التموين بتوعك بس لوحدهم؟ طب ما اي حد يدي لاي حد يا بنات او يا بتوع التوزيع. ايه المشكله ان انت تفضل مخلينا رايحين جايين، واللي باتهم بعيد، والست اللي تعبانه، واللي ما عندها اطفال وتسيب اطفالها وتروح وكلام من ده. ماشي، حتى لو الدوله بتدي حاجه بسيطه وحاجه كويسه ليك كبني ادم يعني او كشخص، انت ليه بتاخدها وبتفرض علينا حاجات احنا مش عايزينها؟ تاني حاجه كانك انت بتشحت منه، كان الحاجه دي انت ما انتش عارف ان انت بتقبض من المنحه دي اكتر بكتير من التموين. هو الحاجات دي ب 400 جنيه يا بنات، عايزه وبياخد كمان منك 20 جنيه ضرب البطاقه. انت عايزه تفهمين ان الحاجات دي كلها ب 400 جنيه؟ علبه البسكوت دي والكيس الشعريه بتاعت الجبنه وال4 سكر و3 زيت ضرب 400 جنيه بتوع الدوله، غير 420 جنيه كمان. عايزه اقولك بقى ان الدوله قالت، وده قرار نهائي، وقالوا وسالت فيه وبحثت وشفت كل المواقع بتاعه الوزاره وشفت كل حاجه، قالوا ان المنحه 4 شهور. ليه بقى لما بتروحي للتاجر بيقولك هي شهرين بس؟ لا، هي المنحه 4 شهور، شهر 2 شهر 3 شهر 4 وشهر 5. احنا شهر 2 خدناه في 3،
شهر 3 خدناه في 4 اهوت، شهر 4 هناخده في 5، وشهر 5 هناخده في 6. ودايما المنحه بتبقى بعد التموين باسبوع، يعني خد التموين بتاعك وياخدوا كل البضاعه اول الاسبوع، يعني اول شهر 4 عدي الاسبوع الاولاني 7/4 مثلا، وابداي دوري على المنحه من بعد كده. وقلت لكم المعلومه المعلومه، المنحه بتيجي سبت وثلاث، تروحي بقى للتاجر تبلطي عنده، والمنحه بتيجي لنا في وقت متاخر مش بدري زي ما التجار بيقولوا. المنحه بتيجي يا بنات من بعد العصر، المنحه بتيجي من الظهر، لما بعد العصر بتكون موجوده. يعني انت لو رحت الصبح هتلاقي التاجر قافل، التاجر مش موجود، وهيقول لك مش موجوده، وهو عارف ان هي جايه سبت وثلاث. هي وبعدين هقول لك حاجه كمان، اللي انا فهمته واللي انا متاكده منه واللي هم قالوه، ان المنحه بتيجي اللي مش لتاجر واحد. يعني مثلا كل تجار البلد اللي عندك بيجي لهم المنحه في نفس الوقت، في نفس اليوم، في نفس الساعه، وهي بتتوزع، بتيجي وهو بيروح يجيبها لك. مثلا بتوريسيكل، بتوك توك، بكلام من دوت، بيوزعها لك بيجيبها لك لحد المحل بتاعك، بدل انت تاجر وعندك ضريبه يعني، ولك ملف ضريبي وكلام من دوت، او ملف ان انت معاك التموين وبتعمل التموين، فهو بيبقى عارف مكانك وبيجي لك التموين. تيجي تقولي له انت هتجي لك امتى، وابقى عارف ان هو من يوم الجمعه ان هي له يوم السبت، ويقول لك لا ما هيش هتيجي يوم السبت. طبعا انا مش بتحمل على بتوع التموين وكلام من ده، بس اقول لك ايه، 98% بيعملوا الكلام ده كأن الواحد بيشحت منهم. والله يا بنات الواحد حس ان هو متضايق جدا المنحه دي جات له، بس انا لو سبتها يبقى حرام عليا، لان هو رزق وجاي لي وجاي لعيالي وبيفك. والله يا بنات ازمه، يعني الحاجات دي كلها بدل ما كنت اروح اشتريها مثلا حتى ب 300 جنيه يا بنات، ولا كلام من دوت، ولا حتى ب 350 جنيه، فانا اوفرهم واحطهم في الحصاله بتاعتي واوفرها، اجيب بقى حاجه احطها، اجيب احوش زي ما قلت لكم، بعد كده تجيبوا ذهب، كلام من دوت، حاجه على حاجه بتفرق. اهي دي هتفرق معاكي شهر واتنين. 1600 جنيه حطي عليهم كمان 400 جنيه ولا 600 جنيه وحوشي كانهم مش بيجوا 400 جنيه في الاربع شهور، حط عليهم كمان 600 جنيه، ال 1600 جنيه دول حط عليهم كمان 600 جنيه، وروح هاتلك سبيكه ربع جرام. احنا الكلام ده اللي احنا اتكلمنا فيه، والكلام ده اللي احنا قلناه، والكلام ده اللي احنا قلنا عليه. كل حاجه بتنفع، وما ينفعش ان انا يعني انا من كتر ما انا يأست بجد ان انا والله عايزه اقول لكم ان انا قلت للبقال اللي عندنا، البقال ده ما بيجيبش التموين، قلت للبقال، ومرات البقال اخذت البطاقه بتاعتها ودورت لي عند مامتها، وجارتي اخذت البطاقه بتاعتها ودورت، مع ان هي ما جالهاش المنحه، بس انا جات لي. ويا ناس يا هو يا اللي رايح يا اللي جاي، انت جبتوا المنحه؟ يقول لك لا احنا ما جبناش. وكله بيشتكي من التجار، الدوله او البتاع هي منزلاها وعارفين هم بينزلوها امتى وكلام من ده. لما انا اتخانقت مع بتاعه التموين اللي انا جايبه منها، قالت لك والله هي بتيجي سبت وثلاث بس مش دايما. فانا فهمت من الموضوع ان هي بتيجي سبت وثلاث. وهقول لك حاجه كمان، ان انا سبت وثلاث عرفت ان هي بتيجي سبت وثلاث. تيجي ترن عليها السبت تليفونها مقفول، تيجي ترن عليها يوم الثلاث تليفونها مقفول، تليفونها مفتوح متاح بقيه الاسبوع الا سبت وثلاث. ففهمت ان هو يوم السبت والثلاث هي المنحه بتيجي. في ناس محترمه جدا، وخصوصا اللي انا جايبه منه التموين دوت او المنحه ده انسان محترم. انا اتصلت عليه يوم الخميس قال لي المنحه هتيجي يا السبت يا الحد، لان احنا كان في لخبطه بسبب البتاع يا بنات شم النسيم، في لخبطه، فاحنا مش متاكدين هتيجي السبت ولا الحد. قلت له تمام. اتصلت عليه يوم السبت قال لي قدامك الساعه 2 بالظبط هي هتيجي الساعه 2، فحضرتك تيجي الساعه 2 من 2 ل 2 ونص تكون جت. انا طبعا ما قدرتش ان انا اروح لان انا عندي ولادي في المدارس وكده، فابني ما كانش عنده دروس النهارده. قلت له خد البطاقه وروح الماركت دوت او المحل دوت وقول له انا عايز المنحه وكلام من ده. المنحه يا بنات اللي كانت هتيجي الساعه 2 جايه الساعه 4 ونص، جاي الساعه 4 ونص. ما لا عليه حرج ولا عليه كلام، لان هو طبعا اكيد اتاخرت في الطريق، وهم فاتحين من بدري، يعني فاتحين من الساعه 1 ومستنيينها على ان هي هتيجي. بس طبعا ان هو توزع لده وتوزع ده طبعا بالترتيب وبالتسلسل. هو بعيد شويه، بيبداوا من ده لده لده لده، وبيدوهوله بكميات معينه، وكل واحد بيبقى اخد الجزء بتاعه او الكميه بتاعته على قد البطايق اللي بتتضرب، وفاهمين ان الحكايه ديت بتتضرب، ان المحل دوت مثلا او التاجر ده بيبقى له كميه معينه، كل تاجر له كميه معينه هيشطبها وهيخلص. انا عايزه اقول لك ان ابني واقف من الساعه 2 جه الساعه 5 ونص، هو واقف من الساعه 2 وجه الساعه 5 ونص، يعني 3 ساعات ونص.
بيقول لي يا ماما ان الناس هناك كانت زحمه جدا، الناس هناك كانت صعبه جدا، كل الناس وبياخد البطاقه وبينده بالاسم، يعني مش بتاخد، يعني مش بتتزحمي نفسك كده وكلام من ده، هو بياخد منك البطاقه ويحطها، كل اللي يجي يحط بطاقته تحت، واللي جاي الاول يحط بطاقته فوق ويضرب وينده بالاسم. وفي طبعا عمال جوه بيظبطوا الحاجات دي. كل واحده كل منحه بياخد الكيسين اللي انت شفتيهم دول، اللي هم 3 ازايز زيت، وعلبه البسكوت ديت في كيس، السكر والجبنه والشعريه والشاي في كيس تاني، كل واحد بياخد بيديله كيس من هنا وكيس من هنا وياخد المنحه ويمشي على طول. طب ما هو كان من الاول، طب ما كان ما تقولوا من الاول ان هي جايه. والمنحه يا بنات مستمر، انا بقول لك وبحثت وسالت ناس واتكلمت، التجار نفسهم اللي بيقول لك لا، هي المنحه مش هتيجي اللي هم شهرين 2 بس زي ما هو زي ما هم قالوا شهرين، وقصده ان هي 4 شهور ان هي تستمر معاكي. اللي انا فهمته انك ما خدتيش المنحه بتاعت شهر 3 وجالك شهر 4، المنحه بتاعت شهر 3 راحت عليكي. ودي التاجر اللي بيقول لك، وثلاث ارباع التجار بيعملوا كده. وفي تاجر عنده ضمير يقول لك لا تعالوا خدوهم الاثنين مع بعض، بس والله يا بنات ما يتعدوا الاثنين في المية، ما يتعدوا الاثنين في المية. ان هي راحت منك في الفتره دي او في الشهر ده، المنحه التانية مش هتاخديها، مش هتاخديها. يقول لك خلاص انت، احنا بقى بندور على واحنا ندور على التموين بتاع شهر 5، ولا انت لسه جاي تاخدي منحه شهر 4؟ مش هياخد، مش هيديها لك، مش هيديها لك، مش هيديها لك. فهم بيقولوا لك كده لا، هي منحة، هو المنحة نازلة من شهر 2، المنحة نازلة شهر 2، شهر 2 في آخر 2، آخر 2 خدناه في أول 3، منحة شهر 3 خدناه اهو في نص 4، لأن كان في تأخير بسبب شم النسيم. منحة شهر 5 منحة شهر 4 هتتاخد في أول 5، أو بعد أول أسبوع من شهر 5، وبعد كده دوري على المنحة اللي بتيجي سبت وتلات في بلدنا. معرفش بقى انتوا بصراحة، بس اعتقد ان هي بتنزل لكل المحافظات في نفس اليوم بالظبط. لو انت في اي محافظه قولي لي انت بتنزل عندك كام، لو انت عندك معلومه صحيحه قوليها في الكومنت، قولها لي وانا اقولها في الفيديو الجاي. قولي ان انت مثلا لو انت واثقه من كلامك وكلام فعلا حقيقي، قولي انت بتجيبي المنحه بتاعتك يوم ايه. احنا عندنا في بلدنا في المنصوره بتيجي سبت وتلات، المنحه بتنزل سبت وتلات، وده اللي ما كنتش عارفاه، وعماله ادور بقى من يومها، يوم سبت وحد واثنين وتلات واربع، وبيمطوحوني وطوحوني ويسرحوني زي ما بيقولوا كده، ويلعبوا بالكوره ويقول لك لا مش جايلنا ومش عارف ايه. والله يا بنات انا مجرد ان ابني قال لي يا ماما المنحه على وصول وهي جايه في السكه، انا اتصلت على جيراني وقلت لهم المنحه جايه يا بنات، اللي عايزه اللي معاها بطاقه تروح يلا تروح تجري تجيب المنحه وكلام من ده. الدل على الخير كفاعله، انت بتفعلي خير، انت بتعملي خير، انت ما انتش هتنقصي من حاجه. لما انت شايفاك ان انت محتاجه وان انت عايزه وان انت محتاجه المنحه ديت، وان انا ابقى عارفه ان هي جايه وما اقولكيش، ربنا هيحاسبني وربنا هيعمل فيا كده. لو انت قلت لجارتك وعرفت ان المنحه جايه في الوقت دوت، او قلت لها مثلا، او استفدت من الفيديو بتاعي وقلت لها والله ده هي قالت ان المنحه بتيجي سبت وثلاث، تعالي ندور يوم سبت وتدي لها المعلومه، ربنا هيوقف لك حد يقول لك معلومه انت محتاجاها. وده اللي احنا ماشيين عليه، وده اللي يعتبر الناس اللي قلبها ابيض، اللي تحب الخير للناس تقول ما تخبيش، اصل هي مش حاجه هتنقص من رزقك ولا هتنقص من حاجتك، وكل واحد له رزق وكل واحد له حياته. فانت لو تعرفي معلومه قولي. لو انت مثلا في محافظه وعارفه ان المحافظه بتاعتك دي بيجي لها المنحه في يوم معين، هي بتيجي مرتين في الاسبوع يا بنات، مرتين في الاسبوع، يعني على مدار الشهر 8 مرات، بتيجي 8 مرات على مدار الشهر، او حوالي 6 مرات على مدار الشهر، لان هي بتعدي الاسبوع الاولاني من الشهر، لان ده كله بيتحط بيجي سلع تموينيه، سلع التموين الحقيقي، التموين بتاع بطاقه التموين. بعد كده بعد الاسبوع الاولاني بيبداوا بقى من اول الاسبوع سبت وثلاث عندنا يبدا المنحه تنزل. روحي يوم سبت وثلاث، والمنحه مش بتيجي بدر، المنحه مش بتيجي بدر، المنحه بتيجي من اول الظهر لما لبعد العصر، بتبدا المنحه تيجي من الظهر لما لبعد العصر. اللي يقول لك انت لا ما يصيبش حاجه اجليها بقى للشهر الجاي، عايزه اقول لك 98% من التجار بيقول لك لا، انت عدت عليكي منحه شهر 3 يقول لك لا هتاخدها هما 2 في شهر 4. والله يا بنات ما حصل، والمنحه لو مخدتيها في الشهر بتاعها هي بتروح عليكي وهم بياكلوها وبياخدوها عندهم وكده خلاص. فاللي هي حاجه جايه لك ورزق جاي لك، ما تكفروناش وما تخلوناش نتضايق ان هي جايه لنا، استغفر الله العظيم يا رب، ما تخلوناش نتضايق ان هي نقول هي جات ليه عشان تعذبنا معاها. وطبعا ما ينفعش ان انت تسيبيها علشان ده رزق وجاي لك، وحرام ان هو رزق والله لو جنيه
انت ربنا جايبهولك تاخديه وتحمدي ربنا، بس انتوا بتخلونا نشتغل هم من الحاجه اللي جايه لنا، والحاجه اللي جايه لنا كده من عند ربنا نشتغل همها ان احنا هنجيبها ازاي، وده طبعا حاجه وحشه جدا يا بنات. طبعا هقول لكم اهوت هشيل لكم كل البسكوت ونحطه كده هنا ونشوف. ما شاء الله البسكوت ده كويس جدا يا بنات خصوصا للاطفال. البسكوت بالعجوه مغذي جدا جدا جدا، حلو قوي ومغذي. هما تقريبا 12 قطعه. كان جايب اللي هو البسكوت اللي هو المحشي ده، بس ايه ابني قال له لا انا مش بنحبه، فقالت لنا ايه البسكوت التاني ده هيبقى احسن وهيبقى احنا حابينه اكتر يعني. لو الفيديو عجبك ولسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الاسبوع او الفيديو الجاي هنقول كل المعلومات كمان عن المنحه بتاعه تكافل وكرامه، نزلت ولا لا، ونزلت قد ايه، ومين المستفاد منها. هقول لك كمان معلومات يا بنات عن حاجات عن منحه الازهر، ومنحة اللي هي البنات اللي مكتوب كتابها وباباها مثلا على باب الله او متوفي او ارزقي، وازاي تقدمي الاوراق ديت علشان بيشوروا بنات، يعني بيجهزوا بنات، بيجيبوا لهم بوتاجازات وغسالات وثلاجات وحاجات من ديت اللي هي بتبقى باباها مثلا انسان ما عندوش مثلا شغله معينه، يعني بتبقى حاجات شغله بسيطه وبقى يا دوب يطفوا يوم وكلام من ده، فبتكتب الكتاب وبالقسيمه بتاخدي الحاجات ديت. هقول لك كمان ان منح، وهقول لك كمان ازاي تقدمها على العماله الغير منتظمه. العماله الغير منتظمه يا بنات بدات من 3 سنين، بدات من 3 سنين. بدات ب 500 جنيه، وبعد كده السنه اللي فاتت ادوا لهم 1000 جنيه، والسنه دي عاطين لهم قبل رمضان 1500. هقول لك الاوراق بجد هتعملي فيها ايه، وهقول لك على التفاصيل كلها. احنا اتكلمنا النهارده عن تفاصيل المنحه بتاعت شهر 4. هنتكلم في الفيديو الجاي على منحه الازهر، وهنتكلم كمان على المنحه بتاعت البنات الغير قادرات اللي بيكتبوا كتابهم وبيجي لهم حاجات في تتجهز سواء مفروشات او ادوات كهربائيه، وكمان هنتكلم عن الاوراق اللي توديها او تعمليها في العماله الغير منتظمه، ومين يستحقها ومين اللي ما يستحقهاش. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ويكون كده انا ضيفه خفيفه على قلوبكم، ويكون المعلومات اللي انا بقولها معلومات مفيده ليكم. حطوا لايك يا بنات للفيديو عشان الفيديو يرفع، اللايكات واقعه والقناه واقعه خالص، والله بجد الواحد زعلان ان هو بيتعب ويجيب لكم المعلومه وانتوا ما بتقدروش التعب دوت، وتقولوا لي في الكومنتات حتى لو كلمه صغيره منك وقلب صغير منك انا بتبسط بيه، وطبعا بيخلي الواحد يكمل وهو مبسوط. يا رب كده يجي لكم الخير كله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.